أهلا بيكم. بتحس إنك موجود ولا جسم بيتحرك وخلاص؟ لو بقيت بتقوم من نومك علشان تخلص اليوم، لو بقيت بتضحك والناس حواليك وجواك صمت كبير جدا ومرعب جدا، لو بقيت بتنسى انت مين وبتخاف من سكوتك، لازم تعرف إنك مش مجنون. انت عايش مع شخص بيحطم طاقتك النفسية كل لحظة وكل دقيقة وكل ساعة. إحساسك بالأمان، نظرتك لنفسك وحبك للحياة، إحساسك إنك مقبول محبوب ومفهوم زي ما أنت، هي دي طاقتك النفسية. هي اللي بتخليك تضحك من قلبك وتشتغل بحماس وتصحى الصبح عندك مليون سبب تعيش عشانه، حتى لو عندك 1000 مشكلة. الطاقة دي مش مجرد رفاهية، لكنها وقود الروح. الطاقة دي هي نبض الروح، هي النور اللي بيشغل كل حاجة جواك. طاقتك النفسية هي الحياة نفسها، لكن من جواك هي الدفء اللي بيخلي القلب لسه عايز يحب ولسه عايز يعيش. الطاقة النفسية مش رفاهية، لكنها النبض اللي بيخلي كل حاجة فيك تكمل حتى لو العالم كله كان واقف حواليك. لو طاقتك النفسية خلصت مش هتموت، لكن هتعيش مطحون ومهزوم وباهت. مش هتموت، لكن هتعيش وانت مطحون كأنك شبح بتعدي الأيام. جسمك هيفضل عايش، لكن روحك هتكون نايمة وهتعيش كأنك شايف كل حاجة لكن مش قادر تحس بأي حاجة. مش هتموت، لكن هتفضل حي وانت مكسور كأنك بتتنفس ومفيش هوا. بتضحك بس الضحكة مش طالعة منك. النرجسي الخفي عارف انك مش هتكون خاضع ليه وتحت سيطرته طول ما روحك لسه فيها نبض. النرجسي مش عايزك تحبه، هو عايزك محتاج له، واللي بيحتاج بيضعف، واللي بيضعف بيتنازل، واللي بيتنازل بيتكسر أكتر وأكتر. النرجسي مش عايز يكون مصدر سعادتك، هو لازم يكون مصدر تعبك ووجعك وراحتك في نفس الوقت. لازم يحطم طاقتك النفسية علشان تفضل دايما مشوش، مش عارفة انت كويسة ولا لا، مش عارفة بتحبيه أو بتكرهيه، مش عارفة تسيبيه أو تستحمليه، دايما حاسة انك في دوامة. النرجسي الخفي مش بيكسر قلبك مرة واحدة، لكنه بيسحب طاقتك النفسية نقطة نقطة وكل يوم شوية، زي ما تكون بتنزف من جرح مش باين. في الآخر تلاقي نفسك بقيت إنسان تاني خالص، انت نفسك ما تعرفوش. صوتك واطي، تفكيرك متلخبط، ضحكتك مش حقيقية، مشاعرك مش بتطلع، وحياتك كلها بقت لونها رمادي. النرجسي كل يوم بيدوس على عقلك، على أعصابك من غير صوت، من غير شتيمة، لحد ما يسرق منك إحساسك بالحياة ويخرج كأنه بريء. في فيديو النهاردة هندخل جوه جسمك وجوه مخك وهنكشف مع بعض إزاي وصلت لحالة البلادة النفسية من غير ما تحس. صدقني لازم تفهم إنك عمرك ما كنت ضعيف، انت كنت بتحارب لوحدك، بتحارب انسان لابس وش ملاك بس بيكسرك بالبطيء. ايه اللي حصل جوه جسمك؟ ليه فجأة ما بقتش بتفرح ولا حتى تزعل؟ اللي حصل مش في شخصيتك، اللي حصل في مخك وجهازك العصبي. لما تفضل لفترة طويلة وباستمرار مضغوط نفسيا مع شخص سام ومؤذي زي النرجسي الخفي، حاجات كتير بتحصل جوه جسمك من غير ما تاخد بالك. جوه جسمك حصلت تغيرات عصبية وكيميائية خطيرة جدا، هي اللي بتوصلك لحالة البلادة النفسية. كل يوم توتر، كل يوم خطر، كل يوم مشكلة، كل يوم كارثة، كل يوم وكل لحظة حاسس إنك عايش حياتك تحت التهديد. ليل ونهار هرمونات التوتر زي الكورتيزول والأدرينالين دايما مالية جسمك، دايما حاسس بخطر ورعب. الكورتيزول دايما عالي طول الوقت، وده أثر على مراكز الإحساس بالفرح أو حتى بالحزن، كأن جسمك بيقولك هنفرح إزاي والكورتيزول عالي كده. مع الوقت الغدة الكظرية اللي بتفرز الهرمونات دي بتتبهدل، خلاص تعبت، وفجأة الكورتيزول اللي كان مالي جسمك بيقع فجأة. تحس إنك مرهق دايما ودايخ، خمول وكسل طول الوقت. مع النرجسي باستمرار انت حاسس انك في خطر، وحاسس انك عايش حياتك تحت التهديد، والنتيجة جهازك العصبي هيفضل مضغوط باستمرار من غير اي داعي. في الاخر يتعب ويفرمل، تلاقي نفسك بقيت عايش في حالة شلل نفسي، لا بتتخانق ولا بتهرب ولا حتى بقيت بتحس بالخطر زي زمان. ليل ونهار بتستنزف نفسيا، عقلك يبطل يفرز كميات طبيعية من الدوبامين السيروتونين، عقلك يبطل يفرز الكميات الطبيعية من هرمونات السعادة اللي انت محتاجها. تحس انك مش قادر تفرح مهما حصل، كل حاجة ملهاش طعم، بتحس ان الدنيا ماشية حواليك وانت مفصول عنها. الهرمونات اللي بتدي جسمك
الدافع والحماس زي الدوبامين والسيروتونين نزلت تحت الصفر. صدمات نفسية ليل ونهار ويوم ورا يوم. جهازك العصبي تعب فيلاقي نفسه مضطر يفصل مع المشاعر. تحس إن مشاعرك بقت ميتة. الجسم غصب عنه بيعمل كده علشان يحميك من الألم والوجع، كأنه بيقولك كفاية وجع، احنا اتوجعنا كتير. مخك خلاص خلص كل طاقته. كل شوية ألم ووجع وقهر وضغط نفسي، يجي عليه لحظة ويقفل ويقولك كفاية كده. مخك كأنه بيحاول يوفر طاقته لأنه تعب. بيوقف الإحساس لأنه شايف إن الإحساس بيضرك مش بيفيدك. الأفكار بقت مشوشة وبطيئة. باختصار الجسم والعقل خلاص سابوا اللعبة وسحبوا الفيشة، والنتيجة انت بقيت مشوش نفسيا وعاطفيا وحاسس بفراغ جواك، فراغ داخلي رهيب جدا وقاتل جدا. حتى عيونك تحس انها بقت باهتة. بتحس انك بتنفصل عن نفسك. نفسك القديمة بتتغير وبتضيع منك وبتتحول بالبطيء لنسخة تانية، نسخة باردة. انت نفسك لما تبص في المراية هتحس كأنك مش عارفها. روحك مسجونة، مشاعرك ميتة، تفكيرك متناقض ومش قادر تفكر صح. جسمك دايما مجهد ومهدود وحياتك ملهاش أي معنى. وكل ده ملوش غير سبب واحد. النرجسي كان كل يوم بيفرغ سمومه جواك، وكل يوم السموم بتتخزن جواك. كل تصرف أو جملة سخيفة، كل نظرة احتقار، كل تجاهل وقت ما تكون محتاج له، كل إهانة، كل خيانة وتهديد ليل ونهار وحاجات تانية كتير جدا. كل ده مع بعضه بيهدم أعصاب الإنسان نقطة نقطة لحد ما يحولك لخيال جوه جسم. حاولت كتير تغير أو تصلح أو تفهم، وفي كل مرة كنت بتفشل، مش لأنك عاجز، لكنك بتفشل بسبب إنك عايش مع شخص نرجسي شاطر جدا في الحيل والتلاعب. فشلت مرة واتنين وتلاتة وكتير جدا. فشلت لحد ما مخك تعب وبرمج نفسه إن خلاص مفيش فايدة. مهما حاولت النهاية معروفة. يبدأ المخ يحمي نفسه من الألم والوجع، يقنعك إنك عاجز ومش هتقدر تعمل حاجة، وإن المحاولة ملهاش معنى. النتيجة تلاقي نفسك بطلت تحاول أصلا. لا بتتكلم ولا بتدافع عن نفسك، ولا حتى بتقول اللي حاسس بيه جواك.